زي ما حضراتكم شايفين يا جماعة، ده عسل الشربات اللي هو بتاع الحلويات الشرقية عشان الكنافة والقطايف وبلح الشام واصابع زينب. وان شاء الله هنعمله مع حضراتكم بطريقة سهلة جدا وبسيطة. وطبعا زي ما انتم عارفين عسل الصيف غير عسل الشتاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطبخ نادر سليمان. ان شاء الله مع حضراتكم طريقة عمل الشربات بتاع الحلويات الشرقية اللي هو التقيل شوية بتاع الكنافة والقطايف. زي ما انتم حضراتكم شايفين كده، اول حاجة معانا كيلو مية، وهنحط عليه 2 كيلو سكر، يبقى كيلو مية و2 كيلو سكر. وهنحط عليهم بعد كده ان شاء الله عسل كلوكوز نص كيلو. يبقى كده المقادير بتاعتنا سهلة جدا وبسيطة. 2 كيلو سكر، كيلو مية، نص عسل كلوكوز. وده الشربات بتاع الشتاء يا جماعة عشان بيبقى الجو بارد. بتاع الصيف طبعا عملناه مع حضراتكم قبل كده، وعملناه من داخل المصنع، وهنحط لكم اللينكات ان شاء الله في صندوق الوصف. هنحط نص كيلو عسل كلوكوز، وبعد كده هنبدأ نقلبه تقليبة خفيفة. طبعا العسل تقيل يا جماعة بتاع الكلوكوز لأن الجو بارد. زي ما حضراتكم شفتوا دي كده العيارات على بعضها. هنقلبهم بس تقليبة خفيفة كده بحيث ان احنا نفك العسل في المية بالسكر. وهنبدأ ان شاء الله نروح على النار. احنا حبينا نبدأ معاكم بعسل الكلوكوز يا جماعة عشان احنا ان شاء الله الفيديوهات اللي جاية المفروض كنا عملناها بدري شوية، فطبعا احنا متأخرين ورمضان بدأ. كل سنة وانتم طيبين. حتى نحط على النار وهنبدأ نفك العسل بس لحد ما العسل يبدأ يفك ونسيبه يغلي. احنا بنعمل عسل لوحده يا جماعة علشان خاطر ان شاء الله هنعمل لكم القطايف ولقمة القاضي وصابع زينب وبلح الشام هنعملهم ورا بعض. فعشان كل مرة ما نقعدش نعمل عسل يبقى انتوا عرفتوا العسل في فيديو لوحده وكل الاساسيات بتاعته. ولو في اي تعليق ان شاء الله هنسيب لكم يعني في الكومنتات عرفونا. وان شاء الله هنحط لكم دايما في كل فيديو هنعمله من الحاجات اللي هي القطايف وبلح الشام هنسيب لكم اللينك بتاع العسل في صندوق الوصف باذن الله. العسل غلي يا جماعه معانا اهوت، سهله جدا وبسيطه. يعني الشربات مفيش اسهل منه. بعد ما غلي هنسيبه يغلي من 5 دقايق ل7 دقايق بحيث ان هو يكسر السكر بتاعه كله، ما يبقاش فيه اي تكتلات من اي سكر، وبحيث ان السكر كله يدوب ويختفي في الشربات. وهنبدأ بعد ما يغلي من 5 ل7 دقايق هننزل حوالي ب2 3 جرام ملح ليمون او عصير 3 ليمونات. هنسيبه يغلي بالملح حوالي من دقيقة بس، مش هنخليه يغلي كتير يا جماعة عشان العسل ما يملحش او الشربات ما يملحش. زي ما حضراتكم شايفين اول ما حطينا الملح الليمون بدأ الفوران بتاعه اهوت، وكده كسر السكر كله بتاعه، ما عادش فيه اي تسكيره ان شاء الله خالص. بعد كده بعد ما حطينا ملح الليمون هنقلبه تقلبتين كده بياخد له غلوه. وان شاء الله هنبدأ ان احنا نحط اول ما نيجي نطفي على العسل هنحط حوالي من 1 جرام. انا هحط فانيليا خام عشان يعطي النكهه بتاعه الفانيليا في العسل، يبقى طعمه كويس وريحته حلوه. طبعا غلي حوالي من دقيقة ولا دقيقة ونص بالملح زي ما حضراتكم شايفين. هنبدأ نحط 1 جرام فانيليا. الفانيليا دي يا جماعة خام. ونطفي العسل بقى، نطفي النار على طول علشان خاطر الفانيليا هتخش في العسل وهتعطي ريحة حلوة للعسل ويبقى طعمه حلو ان شاء الله بإذن الله. كده طفينا على العسل. شوفوا اول ما طفينا عليه العسل خلاص بقى صافي خالص، مفيش فيه اي تكتل، مفيش اي حاجة. وان شاء الله لو قعد سنة مفيش منه مشاكل. العسل ده عملناه يا جماعة عشان نعمل لكم بلح الشام ونعمل لكم القطايف ونعمل لكم اصابع زينب. وان شاء الله العسل ده لما يبرد هيبقى جاهز ان شاء الله للشغل. هنسيبه يبرد. هو كده خلاص العسل سخن بس هو خلاص كده انتهى. هنسيبه يبرد شوية، وبعد ما يبرد خالص كل ما يبرد كل ما يتقل يا جماعة. وان شاء الله الفانيليا طبعا حطيناها، الريحة بتاعت الفانيليا طبعا ما شاء الله طلعت في العسل بقى ريحتها حلوة. هنسيبه لحد ما يبرد وبعد كده يبقى اصبح جاهز للشغل بتاع اي حاجة شرقي بقى. لان طبعا العسل ده زي ما حضراتكم عارفين بيخش في اكتر من 90% من العسل من الحلويات الشرقية، زي الكنافة الكريمة زي القطايف زي الحاجات دي كلها، بلح الشام، اصابع زينب، كنافة اللي هي المكسرات. اي شغل محتاج شربات تقيل ان شاء الله ده هيبقى الشربات بتاعه عشان احنا في الشتاء. اذا عجبكم الفيديو متنسوش من اللايك والشير الجمال بتاعكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله